tema. Y el calor, yo creo que no es un problema para nosotros porque تصريح خطير من مدرب منتخب هولندا رونالد كومان يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على هولندا وتأهله لدور 16 في كأس العالم. ويصفع صحفيا جزائريا بسبب المنتخب المغربي. شاهدوا ماذا قال: يا لها من ليلة تاريخية اهتزت لها أركان الكرة الأرضية، ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة خطتها أقدام أنسنود الأطلس بمداد من ذهب خالص على عشب المونديال. هنا في قلب الإعصار وحيث لا مكان إلا للأقوياء، زأر المنتخب المغربي زئيرا أرعب القارة العجوز وأطاح بالماكينات البرتقالية الهولندية في ملحمة كروية ستبقى محفورة في وجدان التاريخ إلى الأبد. نعم، فعلها رجال وليد محمد وهبي أسقطوا عملاق أوروبا ورونالد كومان وكتيبته الشرسة ليعلن المغرب للعالم أجمع أن أنسنود الأطلس لا يملكون حدودا لطموحهم، وجاء هذه المرة للمونديال للتويج باللقب ليضربوا موعدا في دور 16 مع المنتخب الكندي، حيث صرح مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي قائلا: أنا في حالة صدمة حقيقية وذهول تام مما حدث الليلة. نعم، إنها خسارة مؤلمة وقاسية للغاية، وأشعر بمرارة شديدة في حلقي لا يمكنني إخفاؤها، لكنني يجب أن أكون شجاعا وأتحدث بصدق أمام العالم كله دون أي مواربة. أنا عشت كابوسا حقيقيا اليوم اسمه المغرب. نعم، واجهت كابوسا مغربيا حقيقيا على أرض الملعب، كابوسا مرعبا لم أكن أتمنى العيش فيه أو مواجهته أبدا في هذه المرحلة. وهنا يجب أن أوجه انتقادا حادا ومباشرا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. نعم، أنا أنتقد الفيفا بشدة لأنها وضعت هذه المباراة الكبرى في دور 32. من غير المنطقي ومن المؤسف جدا أن نرى مواجهة بهذا الحجم والثقل الكروي تلعب في هذا الدور المبكر جدا من البطولة. فهذه المباراة كانت بمثابة نهائي مبكر يجمع بين منتخبين يملكان كل المقومات للوصول إلى المربع الذهبي، وكان يجب حماية مثل هذه المواجهات الكبرى في الأدوار المتقدمة بدلا من التضحية بأحدهما مبكرا. ما رأيته اليوم من قتالية وتنظيم من جانب لاعبي المغرب تجاوز كل توقعات ودراسات للمباراة. اليوم نحن عوقبنا لأننا واجهنا خصما شرسا لا يرحم، لاعبين يقاتلون على كل كرة وكأنها المسألة الأخيرة في حياتهم، ولا يتركون لك شبرا واحدا للتنفس. وأريد هنا أن أرفع القبعة احتراما وتقديرا لمهندس هذا الفريق المدرب العبقري محمد. الإخوان والأخوات، ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي، ومبروك للشعب المغربي، وألف ألف مبروك لأي واحد شجع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الإخوان اللي برهن على القوة ديالو، المنتخب المغربي الإخوان اللي اللاعبين كيلعبوا بواحد الروح اللي مفتقدها العديد من المنتخبات. ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم لوالديهم. فرحونا وفرحوا العديد من الشعوب، جميع الشعوب اللي شجعت المنتخب المغربي حتى هي فرحات. وهنايا غادي نقول لكم ان شاء الله المباراه القادمه راه سهله بزاف. علاش الاخوان؟ لان المنتخب الهولندي راه مكلاسي هو الثامن في العالم، ولكن ان شاء الله المنتخب الكندي اللي غادي نتقابلوا معاه راه مكلاسي 32. يعني الاخوان المباراه اللي جايه اسهل من هذه اللي دازت، وكل شيء كيعرف بان المغرب راه طاح في اصعب مجموعه. ولهنا يا خوتي غادي نخليكم، ما تنساوش تبارطاجيو وتخليو المتابعه باش يوصلكم بالجديد. والسلام عليكم.